والله العظيم يا اخي اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبة. احمد مرتضى منصور طلع تاني وظهر مرة اخرى وبيتكلم عن نادي الزمالك. احمد مرتضى منصور بيقول لك والله الفرقة اللي سافرت ده اللي سفرها مرتضى منصور دون مساعدة اي احد. اقسم بالله يا اخي، اقسم بالله اللي اختشوا ماتوا. يعني الاستاذ احمد مرتضى منصور بعد ما شاف قوات الكوماندوز لليد وصلوا لنهائي الدورة العربية او البطولة العربية، قال لك بقى يا باشا ده احنا لازم نطلع نتكلم ونقول احنا عملنا انجازات اهو يا زملكاوية. ده مرتضى منصور حقق انجازات وقرر انه يقول ان الفريق ده اللي سفره مرتضى منصور. وهنا انا عايز اسأل حضرتك سؤال يا استاذ احمد، يعني ايه اللي سفره مرتضى منصور؟ كان سايق الطيارة مثلا؟ يعني مرتضى منصور مثلا يعني كان شايل لهم الشنط وهم مسافرين؟ يا استاذ احمد احنا ما عندناش ذاكرة السمك، ولو حضرتك بتنسى احنا نفكرك ان احمد رمضان هتلر طلع كشفكم وفضحكم وعراكم وقال لكم انكم ما يكونش اي فضل على فريق اليد في نادي الزمالك، وان الفريق ده سافر عشان المدير الفني وافق ان هو يقسط مستحقاته، وان الفرقه سافرت وما فيش فلوس، وجمهور الزمالك العظيم هو اللي جاب لهم اتوبيس ينقلهم من المطار يوديهم المباراه، وان الفريق سافر قبل اللقاء بساعات قليله اصلا. يبقى ما ينفعش يا استاذ احمد تنط على المركب اللي يعني ماشي في الطريق الصح وتقول انا قبطان السفينه. يا استاذ احمد اتكسفوا شويه، اتخبوا شويه، استخبوا شويه، اداروا شويه. يعني انت سايب كل الفضايح اللي موجوده في نادي الزمالك وجاء الحسنه الوحيده اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي وتقول انتوا اللي عملتوها. يعني يا استاذ احمد هو مين اللي دمر الزمالك اصلا؟ هو مين اللي ضيع عقود امام عاشور؟ ومين اللي ضيع 3000 ملف العضويات لاعضاء نادي الزمالك؟ طب مين اللي ضيع الفلوس؟ طب مين المسؤول ان الخزنه يبقى فيها 4700 جنيه يا استاذ احمد؟ يا استاذ احمد ولا اقول لك قله الرد على امثالكم يعني صدقه والله. انتوا لحد كده بنقول لكم كفايه يا ابني اطلع على الساحل احضر لك حفله صابون من اللي بيعملوها هناك في الساحل، الحفلات الحلوه دي، انما تشغل بالك بقى الزمالك فيه ايه او ما فيهوش ايه، فدي بتاع جمهور الزمالك يا استاذ احمد. معلش يعني ولو بقى يعني رخامه مننا استحملنا برضو يا استاذ احمد، يعني احنا عانينا منكم كتير. طب انا حابب اقول لك على حاجه يا استاذ احمد، عارف وقف القيد اللي سيادتك وبابا فشلتم ان انتوا تحلوه؟ المجلس المؤقت او اللجنه المؤقته لاداره نادي الزمالك حلته وخلاص يا استاذ احمد. وقف القيد هيتشال، حلوه ازاي يا فندين؟ والله الناس كل اللي عملته انها تواصلت مع سبورتنج لشبونه ومع اتشبونج وقالوا لهم ان ظروف النادي 1 2 3 واحنا بنستسمحكم ان احنا نقسط الفلوس دي على 3 اقساط، كل مرة ندفع 500,000 دولار. والناس رحبهم وقالوا مفيش مشكلة، نادي الزمالك نادي عظيم ونادي كبير وكلنا هنقف معاه وكلنا بندعمه. شفت يا استاذ احمد ان كانت المشكلة فيه وفي بابا؟ الناس بمكالمة تليفون لا راحوا قعدوا ولا عملوا اجتماعات ولا سوم ولا قالوا احنا عملنا ولا احنا سوينا. شفت الفرق يا استاذ احمد ما بين ادارتكم وما بين اللجنه المؤقته؟ الامور بتمشي بسلاسه. طب اقول لك التقيله بقى يا استاذ احمد، معلش بقى انت اخويا يعني واستحملني. الزمالك الحجز على ارصدته اترفع. ازاي يا ابني؟ هقول لك والله، ما هو الحجز طلع مش ممدوح عباس اللي حاجز زي ما كان معالي الموسيقار ما بيقول، طلع الحجز بتاع الضرايب. واللجنه المؤقته قعدت مع وزاره الشباب والمسؤولين الماليين ولجنه الضرايب وقعدوا وقالوا لهم ان احنا نجدول المديونيات، بس سيبوا لنا الفلوس، الزمالك نادي كبير وما ينفعش اللي بيحصل فيه. والناس تفهمت الموقف وحلت الازمه، وخلاص خلال اسبوع 7 ايام بالظبط هتلاقوا الدنيا
الدنيا كلها بتتكلم عن رفع ايقاف نادي الزمالك ورفع حجز الارصده عن نادي الزمالك، والامور بتستقر في نادي الزمالك، والامور كلها بسيطه خالص يا استاذ احمد. لكن انتم كنتوا عايزين حجز الارصده عشان تفضلوا تقولوا ممدوح عباس خرب النادي، ممدوح عباس بيدمر النادي، ممدوح عباس كل الجبنه. يا استاذ احمد كانت مشاكلكم الشخصيه اللي بتدمر النادي. عرفت يا استاذ احمد ان الزمالك من ساعه ما سيادتكم ما خرجتوا بره المشهد، والحمد لله في خير في نادي الزمالك. طب اقول لك على خبر مفرح كمان يا استاذ احمد، بما انك راجل زملكاوي يعني وخايف على مصلحه النادي. الزمالك هيخش في خزينته 150,000 دولار. جايين منين دول يا عم افندينا؟ ده لاعب كده كان اتباع ايام اللي كان، واللاعب ده اتنقل حاليا لباريس سان جيرمان، والزمالك له نسبة اعادة البيع 25%، فالزمالك حقه 150,000 دولار. شفت الفرق ما بين اللي كانت بتبيع لعيبة من الناشئين وما بينكم يا استاذ احمد لما بعتوا امام عاشور؟ هنا اللجان حطت نسبة اعادة بيع فجابت لنا 150,000 دولار، وساعدتكم طبعا ضيعتوا عقود امام عاشور، ولا في نسبة اعادة بيع ولا في يحزنون. ايه رايك يا استاذ احمد لو انت بقى مكان جمهور الزمالك؟ نفرح بالتويته اللي انت كاتبها دي، ولا نقول لك اللي اختشوا ماتوا يا استاذ احمد؟ ده كان اخبار نادي الزمالك. نخش بقى على اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي صفقه سوزا باظت. بتقول ايه يا عم؟ ده مأكد لنا كلهم بما فيهم انت ان سوزا بيقترب، وده كانت حقيقة. سوزا كان بيقترب من النادي الاهلي، لكن حصل شوية خلافات في التفاوض ادت ان سوزا يطلع على وسائل الاعلام ويقول اللي عايزني يستناني في يناير، انما انا دلوقتي مش رايح في حتة. النادي الاهلي نادي كبير، ولو عايزني يستناني بقى استنوه بقى. يعني ايه؟ يعني مفيش مهاجم. يعني ايه؟ يعني السوشيال ميديا الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي حست بغضب شديد في التوقيت ده، لان مجلس اداره النادي الاهلي بقى اكتر من 4 سنين بيوعد بمهاجم جبار، مهاجم يليق باسم النادي الاهلي، مهاجم يساعد على حصد اكثر من البطولات. لكن الحقيقه ان مفيش مهاجم، وان كولر هيعتمد على صلاح محسن او كهربا لحين بقى ما يجيبوا مهاجم. بس الكابتن محمود الخطيب لما لقى ان السوشيال ميديا الاهلاويه قلبت عليه فجأة، الراجل قرر انه في خلال 72 ساعة يحل ازمة المهاجم ويجيب مهاجم. يا ترى المهاجم اللي النادي الاهلي هيجيبه هيكون بنفس امكانيات سوزا ولا مليجة ولا مين؟ عايزين نعرف يا اخوانا الناس دي بتفكر في ايه ورايحين في ايه. بس الحقيقه الوحيده ان مفيش مهاجم لحد دلوقتي، وخلاص مفيش سوزا. طب ده اخر اخبار النادي الاهلي؟ لا طبعا، اخبار النادي الاهلي كتير. خد مثلا منها في ازمه في الاهلي. في ازمه في الاهلي لان كولر هيستبعد 3 من التشكيلة الأساسية في الفترة اللي جاية. يعني إيه؟ يعني ناس كانت في القوام الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي مش هتلاقيهم موجودين في القوام الأساسي السنة الجاية، زي مثلا عمرو السولية. عمرو السولية مش هيبقى له دور مع النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية، لأن عمرو السولية لعيب فنان ولعيب لمساته حلوة صحيح، لكن مجهوده البدني قليل، وكولر بيعتمد في نص الملعب على القوة البدنيه ومجهود الجبار اللي يبذله اللاعب في المنطقه دي. فكنت هتلاقي مثلا في اخر الدوري كان الاهلي بيلعب بإليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه. طيب ما هو حمدي فتحي مشي، السولية هياخد. هقول لك لا، هتلاقي في المركز ده في امام عاشور وفي كريم نيدفيد وغيرهم كتير. عمرو السولية هتلاقيه الفترة الجاية بعيد. معنى كده انه مش هيلعب خالص؟ لا، هيلعب بس في موضوع الروتيشن لما يحب يريح لعيب شوية، انما انه يكون بيعتمد عليه في
صورة أساسية مش هتلاقيه. طب مين التاني؟ أحمد عبد القادر، اللي أنا نفسي قلت عليه ميسي العرب، لعيب عنده إمكانيات رهيبة، مهاري بدرجة تجيب لك الجنون وأنت قاعد، تحب الكورة تروح له ولمسته، لكنه لعيب أناني بيلعب بفردية بحتة. صحيح جاب 9 تجوان السنة اللي فاتت وصنع 3، لكن ما بيوظفش إمكانياته لخدمة الفريق، وخصوصا إن الأهلي جاب رضا سليم. يعني هتلاقي عندك أجنحة جبارة، ده غير إن كهربا في الأصل بيلعب جناح، ده غير إن إمام عاشور هو الآخر في الأصل جناح شمال. فكل التخمة اللي موجودة دي الأهلي محتاج 2 بس يلعبوا، بيرسيتاو ولا حسين الشحات ولا رضا سليم ولا كهربا ولا إمام عاشور. فهتلاقي أدوار أحمد عبد القادر في الموسم الجاي بتتقلص خالص. وبرضك زي ما قلت لك على عمرو السولية، احتمال تلاقيه في الروتيشن بيريح لعيب، إنما كدور أساسي مش هتلاقيه. طب إيه التالت؟ مين التالت؟ كهربا. كهربا كهربا. ايه المشكله؟ ما انا لسه بقول لك ان كهربا وظيفته الاساسيه جناح مش مهاجم. كان صحيح الاهلي بيعتمد عليه في الفتره الاخيره على انه راس حربه، واجاد وجاب 13 هدف وصنع 5 وحقق ارقام قياسيه، الا ان جمهور الاهلي شايف ان كهربا مش مهاجم، وان الاهلي عايز مهاجم اجنبي يليق باسم النادي الاهلي. ففي حاله ان الاهلي يخلص المهاجم الاجنبي ووجود صلاح محسن اللي كولر هيعتمد عليه انه مهاجم، هيبقى دور كهربا ضعيف. يا اما يلعبوا جناح، ولسه قايل لك ان في تخمه في المنطقه دي، فده هيقلص من دور كهربا الموسم القادم. عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ لحد هنا بقول لك ايه رايك في الحلقه؟ اظن الحلقه كده تنول اعجابكم. بتمنى ان تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندي.